أنا حياتي كاملة لا أذكر أنني دخلت إلى غرفة إلحادية. ما عمري يعني تذكرت أني دخلت لها بقصد الحوار وغير ذلك. بث مباشر لأحد الملاحدة على ما أذكر أو بثين. وهذا للضرورة، ليس يعني في البداية بل فيما بعد. وأنا أرى لا يجوز للإنسان أن يدخل لهذه الغرف. لا يجوز لأن هذه الغرف ليست غرفة أكاديمية أصلا، لكي لا يصور لك أنها غرفة مثلا غرفة لنشر العلم النافع. تدخل تسمع سب في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في النبي صلى الله عليه وسلم، سب الله عز وجل، سب المسلمين، سب ثوابت هذه الأمة، دين وطن وغير ذلك، سبها وغير ذلك من الأمور يعني التي لا يرضاها أي إنسان مغربي أصيل وأي إنسان مسلم حر كما نقول. فهؤلاء يتعمدون أن يستمرئوا فيك تلك المسائل اللي تربيت عليها. مثلا من الأمور التي يعني الخطورة ديال هذا الجانب هذا، أنك تجد الواحد منهم مثلا يصرح بعدائه إما للوطن وإما بعدائه مثلا للنظام والملك وجلالة الملك حفظه الله وغير ذلك، يصرح هكذا بالتحريض عليه، والفيديوهات منشورة يعني. أما أعراضنا نحن وغير ذلك هذا حديث ولا حرج. وأغلى حاجة عندك هي الدين ديالك، وأعظم نعمة. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كمال الدين نعمة، فهذا الدين أعظم نعمة عند الإنسان. فكيف يعني الإنسان يغامر به، خاصة وأنه يعرف أنه ما عندوش واحد تأصيل شرعي مثلا اللي يخليه يدفع بها الشبهات. فالأصل أن الإنسان يعكف ويتعلم دينه. حوار الملاحدة، كي توجد غرف إسلامية أو توجد قنوات إسلامية، أنت أصلا لست مضطرا لتدخل عند أحد تحاوره. توجد صفحات إسلامية، تابعها واستفيد من الإخوة فيها، وتابع القنوات يعني النافعة التي ترد على هؤلاء. لكن أهم شيء التأصيل الشرعي.